السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ الأخبار يا رب تكونوا بخير. معاكم أحمد من قناة أحمد إكس تي في. النهاردة إن شاء الله طالع أتكلم معاكم عن منتج كنت عاوز أجربه من زمان، لكن مش عارف كنت مأجلها ليه بصراحة. بطلب بس من الناس اللي أول مرة تشوف القناة أو تشوفنا عموما تعملوا اشتراك في القناة، تعملوا في الفيديو. يلا بينا نبدأ في حلقة النهاردة. المنتج اللي أنا عاوز أجربه أو كنت عاوز أجربه من فترة اللي هو الكابل اللي بيشغل الراوتر على الانترنت او بيشغلوا بالكهرباء قطعة من خلال الباور بانك. طيب هتسألني دي حاجة تافهة، انت مكنتش عاوز تجربه ليه او مكنتش عاوز تشتريه وانت عامل الفيديو ده اصلا ليه؟ مكنتش عاوز اشتريه لان انا مكنتش اعرف هل الكابينة اللي موصلة سلك الارضي هتكون وصل لها حرارة لما الكهرباء تقطع ولا لا. طبعا لازم السنترالات الكبيرة بيكون فيها اللي هو السيرفرات اللي جايبة الداتا، فلازم طبعا السيرفرات دي تشتغل بحيث ان الحرارة تشتغل على التليفون وتشغل الراوتر، يكون الراوتر وصله حرارة او التليفون وصله حرارة. لكن الكابينة لو مش وصل لها حرارة خلال انقطاع الكهرباء فكده كده الكابل ده ملوش لازمة. حتى لما كلمت الفني اللي ماسك السنترال اشوف حاجة زي دي، اشوف معلومة زي دي عنده ولا لا، فما كان الرد اللي هو هات الكابل وجرب وشوف لو تمام، يعني اعمل حسابي في كابل زيه. فده كان رأيي الفني بصراحة. طيب انا جبت الكابل وصلته بالباور بانك زي ما انتم شايفين، قاد باللون الاحمر. وصلته هنا بالراوتر او الاكسس اللي انا، يعني ده المفروض راوتر وي انا عامله اكسس توزيع انترنت، المفروض ان هو شغال بدون اي مشكلة. خلينا نتصل بالشبكة. هي الشبكة اسمها وي، انا كده كده متصل عليها، فخلينا ان احنا نشغل اليوتيوب مثلا. تمام، اليوتيوب شغال معانا على الشبكة بدون اي مشاكل. فكده يعني لمبة الباور كده كده منورة، لمبة اللان التانية كده كده هو خلاص وصل له باور وصل له كهرباء، فهو الكابل ده أدى الغرض. طيب هل ان الكهرباء لما تقطع الحرارة هتكون واصلة الراوتر والنت هيشتغل بدون أي مشاكل؟ دي بصراحة لسه ما جربتهاش لأن أنا في رمضان الكهرباء ما بتقطعش، فخلينا لما الكهرباء تقطع نشوف ونجرب يعني هل هيشتغل ولا لأ. خلينا نجرب حاجة زي دي. بس يعني المنتج كويس كويس، أدى الغرض بتاعه، وصل الباور تمام مفيش أي مشكلة. هينجزك جدا لو انت مثلا بتحتاج الكهرباء الساعتين اللي بتقطع فيهم، تمام الكابل ده تمام. سعره ممكن في 150 200، مش اكتر من كده. لو لقيته اقل من كده يبقى تمام، لكن هو انا جايبه ب 150، يعني من 150 ل 200. بس دي كانت حلقة النهارده واشوفكم على خير ان شاء الله.